وحشتنا كتير جدا معجبينك جماهيرك. الكرسي اللي انا قاعد عليه حتى بيتساءل اين انت يا كابتن شوبير. اشكرك يا ابراهيم، ازيك؟ اخبارك ايه؟ وحشتوني كلكم، وانت عارف ان احنا منشغلين جدا في الحمله الانتخابيه. الانتخابات خلاص 28 باذن الله عز وجل. كان الله في العون. الله يخليك، بعدنا عنك وبعدنا عن الساده المشاهدين الانشغالي. والنهارده تلقيت مكالمه عزيزه من الدكتور وليد دعبس، يعني مؤثره ومسانده. ان شاء الله عز وجل الامور تبقى يعني خلاص قريبا نحسم هذه الانتخابات، ونعود قريبا جدا الى مشاهدينا بامر الله سبحانه وتعالى، انهم وحشوني جدا وانتم كلكم وحشوني جدا يعني. والله يا كابتن وحشتنا كتير جدا، لكن عايز اعرف بقى تعقيب حضرتك اليوم على اختيارات الجهاز الفني الجديد للنادي الاهلي بقياده الكابتن عبد العزيز عبد الشافي. اولا خلينا نشكر الكابتن حسام البدري على اللي قدمه للنادي الاهلي. حسام الموسم الماضي عمل امور طيبه جدا، فاز ببطوله الدوري العام، فاز ببطوله السوبر، وصل لنهائي كاس مصر، صعد للدور قبل النهائي لبطوله الانديه الافريقيه. قدم مجموعه من الشباب كان صعب جدا انها تاخد الفرصه، اخذت الفرصه ونجحت، وكان قدام حسام البدري فرصه العمر الحقيقه انه يكمل مشوار نجاحه. لكن انا بشعر ان الكابتن حسام تعرض لبعض الضغوط لضم بعض اللاعبين واستبعاد بعض اللاعبين، لانه استبعد بعد ما ضم بعض النجوم. اعتقد انه بعض هؤلاء النجوم لم يكن له مكان في النادي الاهلي، ولكن قصه المنافسه وقصه الصراع مع نادي الزمالك يمكن خلت الكابتن حسام يتراجع عن بعض طموحاته واماله، وخلى الراجل يعني غصب عنه يسمع كلام بعض المسؤولين داخل النادي الاهلي، وده يمكن من وجهه نظري اثر عليه. انا بتصور انه حسام كان عايز يكمل بعفروتو وباحمد شكري وبشهاب وبالبعض الاخر. يمكن كان في حوار بيني وبين الكابتن حسن حمدي، كان بيقول انا بتمنى انه مسيره الشباب وتجربه الشباب تستمر في النادي الاهلي، لكن واضح ان الضغوط كانت اكبر على الكابتن حسام وحظه سيء سواء في البطوله الافريقيه او كثره الاصابات اللي اثرت جدا. وبالتالي ارجو ان الناس تتوقف عن ذبح حسام البدري، توجه له كلمه شكر عما قدمه وعما حاول ان يقدمه هو الكابتن هادي خشبه والكابتن علاء ميهوب والكابتن احمد ناجي. قدموا كل ما في استطاعتهم، حافظوا للنادي الاهلي على بطوله الدوري العام، ولكن هناك امور بتستجد، وهذا ما حدث عقب مباراه الترجي. ثم الهجوم الضاغط من الجماهير، الحقيقه انا اول مره ارى ان العلاقه تصل ما بين المدير الفني والجماهير الى هذه الدرجه، مع ان حسام كان يعني علاقته بالجماهير طيبه جدا. بتصور انه اداره النادي الاهلي لاول مره تستجيب لضغوط الجماهير، رغم انها برضه حقوقها للحق لم تبادر باقاله الكابتن حسام، ولكنها قدرت استقالته. الكابتن حسام هو اللي صمم على الاستقاله، وبالتالي فضلت ان الجهاز كله يرحل وتستعين بجهاز جديد. بقول ان الكابتن زيزو بالتاكيد مكسب كبير جدا للنادي الاهلي، وهي ابن من ابناء النادي الاهلي وله دور كبير، وكان في الايام الماضيه كان مدير لقطاع الناشئين، وبالتالي ففرص نجاحه موجوده. مش عايز اقول انها عاليه، لكنها موجوده. ولكن من دلوقتي بقول للجماهير تعصره، لان الراجل لا عمل فتره اعداد ولا اختار لاعبين ولا ضم لاعبين ولا استبعد لاعبين ولا مسؤول عما يحدث، وكل شيخ وله طريقه. فالكابتن زيزو هيبقى موضوع فيه موقف صعب جدا في المرحله المقبله. صعب، وبالتالي طبعا صعب جدا. وبالتالي انا بتمنى من جماهير النادي الاهلي ما تبقاش زي يعني بعض الجماهير اللي بتتقلب بعد كل مباراه. ما تتعبوش تقصد يا كابتن شوبير؟ نعم، تقصد ما تتعبوش يعني؟ لا مش ما تتعبوش يا جماهير الاهلي، دايما مسانده ومؤازره، لكنه كابتن زيزو موقفه صعب. والمشكله الفرقه فيها اصابات كثيره جدا، والمشكله الفرقه فيها حاله مش موجوده في النادي الاهلي من فتره طويله كلنا حاسينها. فهيخسر مباراه الناس هتقول نمشيه، هيكسب مباراه الناس هتقول نكمل بيه. فانا بتصور ان ده كلام غير مقبول. المؤازره سواء حسب قرار لجنه الكوره للتعاقد حتى نهايه الدور الاول او حتى نهايه الموسم، وكمان تدي فرصه لمجلس اداره بشكل جيد. اذا كان بيبحث عن مدرب اجنبي يقود، يبقى مدرب على مستوى مانويل جوزيه. لكن انا باكد لك انه قصه ريكاردو وقصه بوكير والاسماء دي كلها غير مطروحه على مائده النادي الاهلي. انا بقول لك الكلام ده على مسؤوليتي الشخصيه، حكم معرفتي لاصحاب القرار داخل النادي الاهلي. هذه الاسماء غير مطروحه على الاطلاق على مائده النادي الاهلي. الاهلي ممكن يفكر في مدرب زامبي، على فكره ده مدرب كويس، برنار هيرفي رينار. جايبين مدرب كويس. برنار هيرفي ده مدرب انا شايفه كويس وعنده حماس. يعني تقصد يا كابتن شوبير ان الاهلي ما بيفكرش في الاسماء المحروقه؟ لا مستحيل، خلاص تشوبل، لانه جربها مع تشوبل قبل كده، وجربها مع فنجاده قبل كده، وجربها مع بونفرير قبل كده. وبالتالي ريكاردو او بوكير او غيرهم، مع شديد احترام ليهم كمدير مدربين، انت قلت تعبير جميل جدا، اسماء محروقه، فمش هيكون لها تواجد في النادي الاهلي. وبقول النادي الاهلي هيبدا يبحث في السيفيهات
لحد ما يختار مدرب، حتى لو ما جابوش مع بدايه الدور الثاني ممكن يجي مع بدايه السنه القادمه يعني. ده كلام في منتهى الاهميه الحقيقه يا كابتن شوبير. مش هينفع تكون معانا واسالك الحقيقه. استاذنك يا ابراهيم اوضح، لانه انا سمعت ان اسمي تردد، كنت مرشح اظن مدير ده انا كنت لسه هسالك السؤال ده. الحقيقه انا طبعا بشكر كل من يعني قال اسمي، لكن الحقيقه انا لم اتلقى اتصال هاتفي من اي حد من مسؤولي النادي الاهلي، لم يفتحني احد، وكان بالنسبه لي صعب جدا 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 انه اتكلم في هذا الوقت في مثل هذه الامور، الانشغال الشديد جدا في العمليه الانتخابيه. وبعتقد انه في من ابناء النادي الاهلي الشباب الصاعدين، ده محتاج شباب صاعد واعد يقدر يقوم بهذا الدور، يقدر يأديه، يكون افضل مننا وعنده حماس او عنده حيويه يقدر يأديه بشكل جيد. احنا اعتقد المرحله دي تخطيناها من زمن بعيد جدا، فاللي اجتهد ورشح اسمي بشكره شكرا جزيلا، لكن هذا الموضوع الحقيقه لم يكن له اي اساس من الصحه. بما ان حضرتك فتحت الحديث عن باب الانتخابات، مش هينفع تكون معايا وما اسالكش، والحقيقه وانا شرفت باني افتتحت احد المؤتمرات الكبيره جدا الحقيقه في طنطا، وشفت مدى الحب مدى العشق جماهير طنطا الحقيقه على مرمى البصر ما تشوف الناس كلها متواجده، كل الناس الحقيقه بتهتف باسمك، وده مش جديد الحقيقه يا كابتن شوبير، مش وليد اللحظه، ده لسبب شعبيتك الكبيره، والله على ما اقول شهيد الحقيقه. وانا بشوف دايما اهتمامك بانك بتمثل دايما الحزب الوطني، ودايما تتحدث بصوره قويه جدا عن الحزب الوطني، وبتبدا مؤتمراتك الحقيقه كلها وخلفك صوره السيد الرئيس محمد حسني مبارك. كابتن شوبير، تعقيب حضرتك. اشكرك يا ابراهيم. الحقيقه انا بفخر ان انا من ابناء الحزب الوطني، وده يمكن احيانا البعض بيغضب مني، ان البعض في المؤتمرات يقول لي احنا بنحبك جدا بس احنا مش الحزب الوطني. لما بعد اقول له ماذا قدم الحزب الوطني، ماذا قدم الرئيس مبارك رئيس جمهوريه مصر العربيه ورئيس الحزب الوطني، وبفهمهم دور الحزب على المستوى الداخلي وعلى المستوى الخارجي، دور رئيس مبارك في الوقت الصعب جدا اللي بتعيش فيه الامه العربيه، وهذا الزمن الصعب جدا جدا، ولولا حكمه وحنكه وخبره وهدوء هذا الرجل الحمد لله ما نعمنا بهذا الاستقرار والهدوء اللي موجود في مصر. الدنيا صعبه جدا جدا جدا، محتاجه رجل بمثل احترام هذا الرجل. اديك شفت لما امريكا بس بدات تتكلم على الانتخابات ورقابه ومش عارف ايه، كان موقفنا قوي جدا، لان عندك رئيس قوي جدا، رئيس محترم، صحيح. رئيس عظيم. فلما الموقف كان قوي تراجعوا وقال لك احنا لا نشكك في مصر ولا نشكك في زعامه مصر ولا في قياده مصر، هو ده الزعيم، هو ده الرئيس اللي انت محتاجه، رئيس قوي يحميك. وده اللي انا بقوله للناس، ده اللي بوصله للناس، ده مهم جدا. عشان كده انا بفخر ان انا اكون مرشح الحزب الوطني، بفخر ان انا اكون على قائمه الحزب الوطني، بفخر ان انا اتكلم على انجازات حزب وطني برئاسه رجل عظيم زي رئيسنا الحمد لله رئيس مبارك. واتمنى ان شاء الله عز وجل ربنا يا رب يديله الصحه والعافيه وطولة العمر، لان احنا محتاجينه جدا الفتره المقبله. ده برضه وجهه نظر الشخصيه، البعض قد يغضب من المعارضه من هذا الكلام ويقولوا انا اللي انا حاسه انا بقوله، اللي انا شايفه انا بنقله، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى كده يكرم هذا الشعب بوجود الرئيس مبارك، لانه انا متصور انه هو يعني السند الاكبر، وهو رمانة الميزان، وهو اللي قادر يعدل يعني القصه في المنطقه كلها. شوف جنبك السودان عامله ازاي، شوف جنبك اليمن عامله ازاي، شوف جنبك لبنان عامله ازاي، شوف جنبك يعني الاضطرابات اللي موجوده، شوف العراق عامله ازاي. مصر الحمد لله على مدى حكم هذا الرئيس المحترم الكبير الحمد لله يعني تنعم بهدوء واستقرار وامن وامان واحترام من العالم اجمع. رئيس مبارك مسك مصر يا ابراهيم، وما كانش لنا علاقه بالدول العربيه، معظمها الى 3 دول. الان الحمد لله الدول العربيه كلها في حضن مصر من جديد. دورك العالمي عامل ازاي، دورك في الشرق الاوسط، دورك صحيح. الافريقي من فضل الله عز وجل. يعني الحمد لله والشكر لله. من هنا اذا كنا بنبدا مؤتمراتنا بالتحيه والتقدير لسياده الرئيس او بالكلام عن سياده الرئيس، فاحنا بنديه بس جزء من حقه اللي اعتقد انه محتاجين زمن طويل جدا عشان نقدر قيمه هذا الرجل العظيم. مكسر الدنيا يا كابتن دايما في طنطا، ومبروك مقدما باذن الله. الله يخليك، شكرا جزيلا يا ابراهيم، وتمنياتي بالتوفيق. اشكرك يا كابتن شوبير، شكرا جزيلا. الاعلامي الكبير وكابتن نادي الاهلي السابق الكابتن احمد شوبير. الحقيقه الكلام في منتهى الاهميه فيما يتعلق بالنادي الاهلي وتعقيبه على اقاله او استقاله الكابتن حسام البدري وما اعقبه